هي ازاي ترمي نفسها من البلكونة وازاي تموت نفسها؟ هي خلاص كده ماتت كفرة ودخلت النار. ده اللي كتير مننا بينظره وبيتكلم فيه. انا عايز اقول لحضرتك، بسنت ماتت لما قالت ومحدش سمع شكوتها. بسنت ماتت لما اتجوزت واحد مش راجل بيحاول يسلبها كل حقوقها هي وبناتها ويرميها لكلاب السكك. بسنت ماتت علشان نظرة مجتمع غبية لكل واحدة متطلقة. بسنت ماتت عشان مجتمع يقول لها عيشي وانضربي وانزلي علشان الناس ما تتكلمش. مجتمع الناس قالوا، وده كانت النتيجة إن كلنا النهاردة صحينا على منظر أنا إلى الآن مش قادر أتجاوزه. إن حد بينهي حياته بطريقة تخض نتيجة اليأس. ما تستهونوش بشكوة عيالكم لما بنتك تيجي أو بنتك تيجي تقولك ده بيعمل فيا وبيسوي فيا. حاولي تشوفي فين المشكلة وتدوري عليها، مش تقولي لها روحي. ما كل البيوت بيحصل فيها كده. ويقول لك انتوا بتشجعوا عيالكم على الطلاق. كتير من الشباب بقى عديم المسؤولية. احنا بنقعد في اماكن وقعدات واحد بيسلم مراته الشقة بطلوع الروح. انا حضرت في مرة واحد مدغدغ لمراته وعياله الشقة عشان ما يستلموهاش. واحد جايب شهود زور علشان يقول ان هو ما معهوش وما بيقبضش وما عندوش فلوس. يا اخي استرجلهم. وكل ام عندها واحد خروف في البيت وعارفة ان ابنها مش راجل ما تجوزوش. بنات الناس مش لعبة. بنات الناس غاليين عليهم. وانت يا امي وانت يا ابويا، لما بنتك تيجي تشتكي لك اسمع لشكوتها. انا مش قادر استوعب واحدة على لايف لمدة ساعة بتقول ان هي هتنهي حياتها. مفيش واحد محترم قريب لها يجري عليها عشان ينقذها. قضاء الله ولا مفر من قضاء الله. بس صدقوني، الحالة النفسية ساعات بتوصل الإنسان إن هو خلاص كل الطرق قدامه مسدودة. ما تنظرش. ومين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار مش قصتك ولا قصتي. لله صاحب وصاحب الملك هو من يدير الملك. الملك ملك الله. الملك ملك الله هو من يدير ملكه. ولا يحكم في ملك الله إلا الله. فالجنة والنار بيد الله. من أكبر الكبائر. ولكن برضه ارجع اقول لحضرتك والله غفور رحيم. يا ولاد يا بنات، اوعي تخلصي حياتك واوعي تيأسي علشان اتجوزتي واحد نطع. اقفي قدام الناس كلها لو انت صاحبة حق وطالبة بحقك. وجع قلب ان تخسر بنت شابة زي دي. ويا ريت الزعماء بتاع السوشيال ميديا يخفوا شوية. عندها بنات هيفضل الموضوع ده جديد وملاحقهم لآخر العمر، فخفوا عليهم شوية. الموضوع صعب وربنا يعافينا وربنا ينجي ولادنا. في كتير قوي زي بسنت الحقوهم. في كتير قوي زي بسنت الحقوهم واسمعوهم قبل ما تقعدوا تتمسكنهم. والله يرحمها. ربنا يغفر لها ويرحمها ويتقبلها في الصالحين ويسامحها ويعفو عنها ويجعل الليلة دي أسعد لياليها. ربنا يغفر لها ويرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها. تقبلها في الصالحين. اللهم أنزل عليها الآن برد عفوك. اللهم أنزل عليها الآن برد عفوك وحلاوة رضاك. اللهم أنزل عليها الآن الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنزل عليها الضياء والنور.
اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آمين. واهدنا أجمعين واستر أبناءنا. اللهم آمين. السلام عليكم.